عمرك شفت اب بيساعد بنته انها تهرب من الحصص ومخبي على مامتها؟ حصل معايا الموقف دوت. بنوته جات لي في الحصه وقالت لي يا مستر معلش انا جاي قبل الحصه بساعه ونص، هسيب حاجتي في السنتر واروح مشوار واجي على ميعاد الحصه. مامتها موصلاها. قلت ماشي، ايه المشكله؟ سيبيها يا حبيبتي وميعاد الحصه ما تاخريش من فضلك. قالت مش هاخر. المهم البنت جت بعد ميعاد الحصه كان فاضل 10 دقايق. قالت لي يا مستر معلش حصل لي ظرف في المشوار اللي رحته وبعدين إيه مش عارفه اتصرف، ممكن بس لو ماما كلمتك او حد كلمك تقول لها انا حضرت الحصه. قلت لها ابدا استحاله، انا عمري ما اعمل كده. طلعت بره قابلت الكاونتر الريسبشن بتاع السنتر، قالت له ممكن تكلم ماما تقول لها ان انا حضرت الحصه. طبعا الولد قال لها لا. فجاه لقيتها داخله عليا وبتديني التليفون، يا مستر بابا عايز يكلمك. الو مساء الخير. ممكن باباها بقى ممكن من فضلك تخلي بنتي تحضر ال10 دقايق دول؟ 10 دقايق بس يا فندم؟ ايوه ال10 دقايق. طبعا ما قدرتش اتكلم، اتفضلي اقعدي. بس انا ما صدقتش، طلعت بره عملت نفسي رايح الحمام وكلمت مامتها. مساء الخير يا مدام، هو جوز حضرتك كلمني وقال لي انه البنت جت متاخره. حكيت لها القصه بقى، فقالت لي باباها مين؟ باباها ميت من سنتين. طبعا باباها ميت يا بنت اللذينه. قلت لها طب تعالي حضرتك. قالت لي انا جايه حالا. طبعا انا سلمتها تسليم اهالي. مامتها جت خدتها وظبطوا نفسهم في البيت بقى، انا ماليش دعوه. ما تحسسونيش ان انا السبب. وكده كانت قصه من حواديت مستر ايمن.